حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض نعمل الشنطه الرقيقه دي. شنطه جميله جدا جدا، ممكن على فكره تعمليها بحجم كبير، تزودي عدد الغرز بتاعه القاعده زي ما احنا هنشرح وتعمليها لحضرتك. جميله جدا، وممكن تستخدمي خيط السلسله. انا هنا مستخدمه خيط صوف سميك شويه، ممكن استخدم خيط السلسله، ممكن استخدم خيط الكليم. اي خيوط حضرتك بتكون ملائمة لشغل الشنط ممكن تعملي بيها. ممكن بقى تعمليها في العيد للبنوتة. يا ريت كمان لو كنت جايبة خيط شوية زيادة تعملي فستان للبنوتة او جيبة وتعملي لها الشنطة من نفس لون الفستان. هتفرح بيهم قوي، هتفرحيها. وقد ايه بنفرح ولادنا لما بنعمل لهم حاجة بايدينا. ومش بس كده، دي كمان لما بتطلع حلوة وانت كمان هتبقي فرحانة قوي ان انت ابدعتي بايديكي لبنتك. وفرتي برضو الفلوس، غير لما تشتريها هاند ميد من بره هتبقى غالية جدا. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ويلا بينا بسرعة نشوف هنعمل ايه. عشان نعمل الشنطة الصغيرة للبنوتة الصغيرة الرقيقة هنعمل حلقة سحرية، وبعدين اعمل 3 سلسلة، وده يبقى اول عمود عندي في الحلقة. وبعدين اكمل لغاية ما يبقوا كلهم 14 عمود، يعني هعمل 13 عمود بلفة تاني. ده رقم 2 3 4 5. عملت كده 14 عمود بما فيهم ال3 سلسلة اللي في الأول. هبتدي أشد الخيط عشان أقفل الحلقة الطريقة دي. وبعدين في السلسلة رقم 3 اللي أنا كنت عاملاها هقفل بمنزلقة، ويبقى أنا عملت حلقة سحرية ومليتها ب14 عمود وكمان قفلتها. ده السطر الأول. السطر التاني هرتفع 2 سلسلة واعمل عمود في نفس المكان، يبقوا 2 عمود. الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود. الغرزة رقم 3 هعمل 2 عمود، وهكذا هعمل في كل غرزة هعمل غرزتين عمود، يبقى ال14 في نهاية السطر يبقى عندي 28 عمود. خلصت 28 عمود في السطر التاني. هقفل في الغرزة رقم 2 في السلسلة اللي ابتديت بيها بغرزة منزلقة. كده ابقى خلصت السطر رقم 2. هرتفع 2 سلسلة. السطر التالت ال28 غرزة هزود عليهم 14، يبقى المفروض عندي في نهاية السطر كله يبقى 42 غرزة. وده كله بغرض اتساع الدايرة وانها ما تقوسي مني، فبحافظ على النسبة اللي انا بزودها. فانا كده عملت عمود، وفي نفس الغرزة هعمل عمود، يبقوا عمودين. الغرزة رقم 2 هعمل فيها عمود واحد. الغرزة رقم 3 هعمل فيها 2 عمود. الغرزة رقم 4 هعمل فيها عمود. إذن أنا بشتغل غرزة فيها عمودين وغرزة فيها عمود، غرزة فيها عمودين وغرزة فيها عمود. أبقى كده زودت 14 غرزة مع ال28 يبقوا 42. يبقى لازم في نهاية السطر وأنا بعد يبقى عندي 42 غرزة عمود. عملت كده 42 غرزة عمود، وده السطر رقم 3 وانتهيت فيه. آخر غرزة كانت غرزة واحدة.
عشان انا ابتديت في اول السطر بغرزتين، وهقفل في الغرزة السلسلة رقم 2 واقفل السطر بغرزة منزلقة. يبقى انا كده وسعت الدايرة وحافظت على النسبة بتاعتها، مش معوجة مني وزي الفل اهي. طيب السطر رقم 4 هزود مع ال 42 غرزة هزود 14، يبقى في نهاية السطر لازم يبقى عندي 56 غرزة. هرتفع 2 سلسلة، وبعدين اعمل في اول غرزة هعمل عمود تاني، يبقى عملت 2 عمود. الغرزة اللي بعدها رقم 2 هعمل عمود 1. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود 1. الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود في نفس الغرزة. يبقى غرزة بشتغل فيها عمودين مع بعض، وغرزتين كل غرزة بعمود 1. يبقى غرزتين وبعدين غرزة غرزة. اعمل واحدة تانية. انا هنا عملت ابتديت ب2 وبعدين واحدة وواحدة واتنين، اعمل بعدها واحدة بس، واللي بعدها واحدة بس. يبقى عملت غرزتين كل واحدة لوحدها، وبعدين في الغرزة اللي بعدها اعمل غرزتين في نفس الغرزة. فاهمين الفكرة؟ عشان احافظ على استدارة الدايرة بطريقة مظبوطة، واكمل السطر كله، وفي نهاية السطر يبقى عندي 56 غرزة. هقفل السطر الرابع بعد ما عملت 56 غرزة عمود. هقفل في الغرزة رقم 2 بغرزة منزلقة، ارتفع 2 سلسلة. السطر ده انا لسه هحافظ على استدارة القاعدة، ولسه هعمل زيادة، بس هعمل غرزة جديدة. هاجي في اول هنا في الغرزة اللي بعدها على طول بعد ما قفلت، هدخل في العمود. شايفين بدخل ازاي؟ وهعمل عمود امامي، بس مش هسلك منه حاجة، هسيب كل الغرز على الابرة، وارجع اعمل العمود امامي في نفس المكان برضو في نفس العمود، واسحب كده الخيط، وبعدين اسحب كل الغرز من على الابرة ما عدا الغرزة الاخيرة، وبعدين اسحب الاتنين مع بعض. الغرزة اللي بعدها على طول هدخل من ورا كده واعمل عمود خلفي، بس ده هخلصه عمود على طول يخلص. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود امامي واسيبه على الابرة، واعمل عمود امامي تاني، وبعدين اخد كل الغرز ما عدا الغرزة الاخيرة، وبعدين اخدهم مع بعض الاتنين. الغرزة اللي بعدها عمود خلفي اخلصه كله، بس انا كده ابقى ما زودتش حاجة، فانا عايزة احافظ على الاتساع بتاع القاعدة ما تتنيش مني دلوقتي. فحاجي على نفس الغرزة اللي عملت فيها العمود الخلفي في الفتلة الخارجية او الخلفية اللي هي الفتلة دي، هعمل عمود عادي خالص. ده العمود الزيادة اللي انا بزوده. مرة تاني هاجي للعمود ده واعمل عمود امامي، بس هسيب الغرز على الابرة، ارجع اعمل فيها عمود امامي تاني، واخد كل الغرز ما عدا الغرزة الاخيرة، اسيب كده غرزتين على الابرة، الغرزة اللي انا خدتها والغرزة الاولانية وصلتهم مع بعض، وبعدين اعمل عمود خلفي واحد بس في الغرزة اللي بعدها، وبعدين الغرزة اللي بعدها هاخد العمود ومش هخلصه امامي، واعمل عمود تاني امامي، وبعدين اسحب كل الغرز ما عدا الاخيرة، اسحبهم مع بعض، وبعدين اعمل عمود خلفي اخلصه كله، وبعدين ازود غرزة واعملها عمود عادي خالص، عمود بلف، واستمر كده السطر كله. يبقى انا هنا عملت عمودين مع بعض وبعد امامي، وبعدين عمود خلفي واحد، وبعدين عملت عمودين امامي وبعدين عمود خلفي، وفي نفس الغرزة في الفتلة الخارجية او الحلقة الخلفية اعمل عمود بلف عادي، وبعدين
عملت عمودين مع بعض امامي، وبعدين سلتهم مع بعض، وبعدين عمود خلفي، وبعدين عمودين امامي مع بعض، وبعدين عمود خلفي، وفي نفس العمود الخلفي في الحلقة الخلفية عملت عمود، يبقى انا بعمل زيادة. هكمل بقى السطر كله وارجع لكم. خلصت كده السطر رقم 5، هنبتدي في السطر رقم 6، بس لسه ما قفلتش السطر. هقفله انا كده عملت غرزة خلفية، وادي الغرزة التانية اهي، وهقفل فيها. وبعدين هرتفع 2 سلسلة والف الشغل، وكل غرزة بتقابلني هعمل فيها غرزة عمود عادية خالص، يعني دي العمود الاولاني، العمود التاني، 3، 4، غرز باينة قوي من ورا اهي، 5، 6، 7، واكمل. ولما اخلص السطر كله داير ما يدور هيبقى عندي 70 غرزة عمود. طب ليه هيبقى عندي 70 غرزة عمود؟ لان لو حضراتكم عديتوا الغرزة الزيادة اللي كنت بعملها، انا كنت بعمل غرزة باف اللي هي بالعمودين الاماميين، وبعمل في غرزة بعمل فيها غرزتين، وغرزة ما بعملش. هتلاقوا ان انا كررت الغرزة اللي بعمل فيها غرزتين 14 مرة، وكان عندي 56 غرزة في السطر اللي قبله، يبقى عندي 70 غرزة. يبقى انا في السطر ده انا زودت 14 غرزة عمود. انا هكمل السطر كله يبقى عندي 70 غرزة عمود وارجع. خلصت كده السطر رقم 6، وده كده على الظهر، بشتغل كله اعمدة، عمود بلفة. اخر غرزة بعد ما عملت 70 بقى هقفل في العمود الاولاني اللي هو كان 2 سلسلة في السلسلة رقم 2، وهقفل بغرزة منزلقة. يبقى كده عملت 70 غرزة عمود. هرتفع 2 سلسلة والف الشغل. السطر بقى اللي جاي ده مش هعمل اي زيادة. خلصنا السطر 6، نشتغل السطر 7، ومش هعمل اي زيادة. هاجي في الغرزة التانية وهعمل غرزة عمود خلفي، هعمل غرزة عمود امامي مش هخلصها، وادخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة عمود امامي، واخد الغرز كلها ما عدا الغرزة الاخيرة، وبعدين اخد الاتنين مع بعض. الغرزة اللي بعدها بعملها غرزة عمود خلفي. في زيادة السطر ده فوق الغرزة اللي جنبها عمود امامي مش هخلصه، وادخل تاني في نفس المكان واعمل عمود امامي، اسحب الغرز كلها ما عدا الغرزة الاخيرة، اسحبهم الاتنين مع بعض، وبعدين عمود خلفي. طيب انا كان عندي 70 غرزة عمود، معنى كده ان انا هعمل غرزة البف دي او العمودين في بعض دول هعملها 35 مرة، وغرزة العمود الخلفي هعملها 35 مرة، يبقوا دول 70، 35 و35. بعد ما يخلص السطر السابع هنقل على السطر اللي بعده واعيد السطر رقم 6 ان كل الغرز دي 70 عمود. السطر اللي بعده اعمل زي السطر رقم 7، يبقى 6 و7 هفضل اكرر فيهم لغاية السطر رقم 15. خلصت كده 15 سطر، وهنبتدي نعمل دلوقتي 3 اسطر بغرزة الحشو. هرتفع غرزة سلسلة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، وبعدها غرزة حشو، وكل غرزة هعمل غرزة حشو، وهشتغل 3 اسطر حشو، سطر 1 والسطر 2 والسطر 3. بعد السطر 15 انا ببتدي جزء جديد، يبقى كل الاسطر اللي جايه ال3 اسطر هعملها غرزة حشو بالطريقة دي. هنبتدي بقى نحدد اليدات بتاعة الشنطة، اليدين بتوع الشنطة. فانا هبتدي اعمل ايه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا 70 غرزة، فهبتدي ارتفع 1 سلسلة
وبعدين ادخل اعمل في اللي بعدها غرزة حشو، يبقوا 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنا عملت في البداية 8 غرزة حشو، وبعدين هعمل 17 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. وبعدين هعد 19 غرزة أسيبهم أعديهم، وبعدين أشتغل 16 غرزة حشو. الأول هنعد 19 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. وفي الغرزة رقم 20 هدخل وهعمل غرزة حشو. يبقى 1 2 3 4 واكمل لغاية ما يبقى عندي 16 غرزة حشو. يبقى أنا ابتديت ب8 غرزة حشو، بدايتهم كانت السلسلة اللي ارتفعت بيها، وبعدين عملت 17 غرزة سلسلة وسبت 19 غرزة، وبعدين هبتدي أشتغل 16 غرزة. عملت 16 غرزة حشو، وبعدين هعمل 17 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. عملت 17 غرزة سلسلة. هعد 19 غرزة حشو واسيبهم زي ما عملت قبل كده. فابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. وفي الغرزة رقم 20 هدخل واعمل غرزة حشو. يبقى اشتغلت 17 سلسلة وكمان سبت 19 غرزة حشو. وبعدين ابتدي اعمل 8 غرزة حشو. عملت 1 2 3 4 5 6 7 8. واقفل السطر في أول سلسلة أنا عملتها اللي اعتبرناها غرزة حشو. طب هل أنا كده عملت 70 غرزة؟ تعالوا نعدهم. يبقى لو عدينا 19 وال19 اللي احنا سبناهم من 70، وبعدين 16 و16 هيبقى يديني كده اللي هما 70 غرزة. شوفوا هنشتغل ازاي. هرتفع سلسلة ودي محسوب عليا غرزة حشو في البداية، وبعدين اشتغل 8 غرزة حشو بالسلسلة اللي انا خدتها. يبقى كده دي رقم 2 3 4 5 6 7 8. يبقى عملت 8 غرزة حشو. 8 ابتديناهم من هنا. وبعدين هبتدي أملى الجزء ده ب23 غرزة حشو. يعني هدخل كده 1 2 3 4 واكمل لغاية ما يبقى عندي 23 غرزة. يبقى ابتديت 8 حشو، وبعدين هدخل في الفراغ واعمل 23 غرزة حشو. عملت كده 23 غرزة حشو على الذراع بتاعة الشنطة.
وبعدين هاجي للجزء ده من هنا لهنا، ده 16 غرزة حشو، فهبتدي ادخل في كل غرزة 1 2 3 4 واكمل ال 16 غرزة حشو. عملت ال 16 غرزة حشو، هدخل بقى جوه الدراع هنا في الفراغ واعمل زي ما عملت في الاول 23 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 واكمل لغاية 23. عملت ال 23 غرزة، هيبقى فاضل هنا ال8، فهبتدي ادخل في اول غرزة 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي أول غرزة في السلسلة هدخل وهعمل غرزة منزلقة. طب هل هنا ال70 هم ال70 عندي؟ لأ، ال16 من هنا وال16 من هنا هم ال32، لكن هنا 23 و23 يبقوا 46، 46 و32 يبقوا 78، يبقى أنا زودت 8 غرزة اللي هم زادوا في الدراع بتاعة الشنطة. بالطريقة دي شكلها كده. هرتفع سلسلة واعمل غرزة حشو في اول غرزة عشان اعدها معايا كده. 1 2 3 4 5 6 7. عملت المرة دي 7 مش 8. هاخد الاتنين اللي ورا بعض دول 2 في واحدة، يعني هعمل واحدة كده ومخلصهاش، واخد اللي بعدها ومخلصهاش، وبعدين اخد الاتنين مع بعض في واحدة. يبقى انا ابتديت ب7 غرزة حشو، ومنهم الاول واحدة عملت سلسلة وغرزة حشو، وبعدين اخر 2 بعد رقم 7 هعمل 2 في واحدة، وبعدين هشتغل بعد الجزء ده 21 غرزة حشو. هعدهم كده 21. 1 2 3 4 واكمل لغاية ما يبقوا 21 غرزة حشو. عملت 21 غرزة حشو، وبعدين الغرزتين اللي بعد كده هاخدهم 2 مع بعض كده، واحدة وادي التانية، وهاخد ال3 لفات مع بعض او ال3 غرز اللي على الابرة مع بعض، وبعدين هعمل 14 غرزة حشو. 1 2 3 4. عملت 14 غرزة حشو، وبعدين هاخد 2 مع بعض كده، وبعدين اعمل 21 غرزة حشو. 1 2 3 واكمل لغاية ما يبقى عندي 21 غرزة حشو. عملت 21 غرزة حشو، وبعدين هاخد غرزتين مع بعض. 1 2. هيتبقى 7 غرز حشو هعملهم في اخر السطر. 1 2 3 4 5 6 7. واقفل السطر في اول غرزة انا عملتها، بعمل فيه اليدين للشنطة الطريقة دي. المفروض يبقى عندي 74 غرزة حشو. 74 غرزة حشو جم منين؟ في 14 غرزة هنا
وفي 14 غرزة قدامهم الناحية التانية يبقوا 28. وبعدين في 21 غرزة على اليد دي و21 غرزة على اليد اللي قدامها، يبقى المجموع 42 و28 بقوا 70. طب فين الأربعة التانيين؟ خدنا غرزتين هنا في واحدة وغرزتين في واحدة يبقوا غرزتين، وهنا برضو غرزتين في واحدة وهنا غرزتين في واحدة يبقوا 2، يبقى المجموع 74 غرزة حشو. أنا قفلت خلاص السطر وهبتدي أعمل غرزة ارتفاع، وهي نفسها هتبقى بداية السطر، والغرزة دي هعتبرها غرزة منزلقة، وفوق 74 غرزة حشو هعمل 74 غرزة منزلقة. فهدخل كده في كل غرزة واعمل منزلقة، مش حشو ولا حاجة، اقفل بيها السطر. يبقى لازم يبقى عندي في الاخر 74 غرزة منزلقة. هكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة دي. لو عايزة بقى اعمل يد للشنطة، لازم اراعي ان الشنطة اصلا حجمها صغير ومعمولة البنوتة صغيرة، يبقى كمان يد الشنطة تبقى مناسبة في حجمها لحجم الشنطة. فاحنا نعمل يد متينة وفي نفس الوقت بسيطة وحجمها صغير. بجيب الخيط بتاع الشنطة واعمله مجوز بالطول اللي حضرتك عايزاه، وبعدين بدخل كده وبعدين ببتدي اخد غرزة بالخيط مجوز كده تثبيت بس. بثبت كده غرزة على الإبرة، وبعدين ببتدي أفتح الخيط. فتلة هتبقى على صباعي هشتغل بيها، والفتلة التانية هبتدي ألفها كده، ألف الفتلة على الإبرة، وبعدين أبتدي أسحب الغرزتين من على الإبرة. عملناها قبل كده في القناة. بسحب كده، بلف كده الخيط واروح سحبة الغرزة، ألف تاني الخيط واسحب الغرزة بالطريقة دي. تديني شكل حلو، بتبقى زي المجدولة وبتبقى متينة ما تتقطعش، خاصة ان انا بشتغل بخيط سميك. وممكن اعملها على فكرة بخيط السلسلة او باي خيط بس يكون سميك ما يبقاش رفيع كده. سهلة قوي. وده بيبقى شكلها، شوفوا مجدولة ازاي، وبتبقى متينة جدا مش سهل انها تتقطع. وبعمل بقى الطول اللي انا عايزاه عشان اشبكه في الشنطة في الطرفين بتوع الشنطة. حبايبي وده شكل الشنطة بعد ما خلصت. الفيونكة دي عملتها بلون مخالف عشان تدي منظر حلو. الفيونكة دي هسيب لحضراتكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف او في علامة الاي من فوق، هسيبها في الحالتين. احنا عملناها قبل كده في القناة، جميلة جدا ورقيقة، متاخدش خيط كتير، اي شوية لون اي شوية خيط يكونوا لونهم لايق على لون الشنطة نفسها. ودي اليد بتاعتها. اذا الشنطة ليها يدين، ليها يد بتتمسك بيها من هنا كده، وليها يد تانية اللي هي الطويلة عشان تتعلق على الكتف مثلا او تتمسك في الايد. وادي شكل الشنطة على بعضها، رقيقة وهتعجب البنوتة قوي. اتمنى يا رب تعجبكم، واتمنى تعجب البنوتة وتلبسها في العيد وتتهنى يا رب. وفرحتي بنوتك وعملت لها حاجة من عمايل ايديكي وما تكلفتش كتير، اكيد هتفرح بيها وتبقى مبسوطة. على فكرة ممكن نستبدل اليد ديت، استبدلها بيد سلسلة تكون لونها ذهبي او فضي على حسب برضو لون الخيط اللي حضرتك مستخدماه. ولو كان عملت لها حضرتك الفستان بايديكي برضو، يبقى ممكن لو فاض شوية خيط من الفستان نعمل بيهم الشنطة، او نبقى نزود شوية الخيط ونعمل بيهم الشنطة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى لكم يا رب دايما حياة سعيدة، واتمنى لكم دايما عمايل ايديكم تبسطكم وتعجبكم، واتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم. حابة اشكركم حبايبي على كل كلمة حلوة بتقولوها لي، على مساندتكم لقناتي، على دعمكم واشتراكاتكم. بحبكم كلكم. ثانك يو. باي باي.